السلام عليكم ورحمة الله. يا رب حبايبي ومتابعيني الغاليين يكونوا بخير كده وبسعادة دايما يا رب. وربنا رب يسعدكم زي ما بتسعدوني بكومنتاتكم ولايكاتكم الحلوة. يلا نوفر فلوسنا ونعمل لأولادنا كاسات الكنافة بالمانجا كده بكل سهولة كده، مش مكلفة وفي نفس الوقت كده سهلة كده وسريعة. تابعينا وإن شاء الله تعملي أحلى كاسات الكنافة بالمانجا كده. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ يلا. طبعا معايا كده جبت كده معلقة من السمنة، لأن أنا طبعا محمرة الكنافة كده، كنت حاطه لها برضو شوية كده من السمنة وحطيتها كده في الفرن، وكل شوية اقلبها كده جنب مني. اخدت لون خفيف. طبعا لو انا حابة اللي انا بشيلها بقى في الفريزر، انتوا عارفين ان انا قبل كده عملتها، بحب اخليها عندي كده في الفريزر. طبعا احنا في الشتاء بنحب بقى الكنافة جاهزة عندنا على طول. زي ما انتوا شايفين جبت كوباية من السكر وكوباية من المية وعصرة ليمونة. لو عندك اللي هو العسل الجلوكوز ده ممكن تحطي منه معلقة، ما عندكيش خلاص. طبعا بحب اللي يخلي الكنافة زي ما قلت لكم معايا جاهزة كده. طبعا ممكن في المرحلة ديت كده انا حطيت معلقتين كده من جوز الهند اللي طحنتها كده، وانا بحبها ناعمة الصراحة. فحطيت كده معلقتين كده من جوز الهند، هقلبهم كده معاها. زي ما قلت لك ممكن في المرحلة ديت ان انتي تاخدي بقى الكنافة ديت كده وتحطي عليها لبن والقشطة بقى، وش اللبن كده بتبقى جميلة جدا ما شاء الله. في الايام بقى الشتا ديت بتبقي عايزة تاكلي اي حاجة كده، فالصراحة دي بتبقى جميلة جدا. خلاص كده انا هبدأ شربات الكنافة كده، او عسل الكنافة زي ما بتقولوا عليه. كان معايا كان دافي، لان انا محتاجاها اللي هي تكون طرية. يعني انا حطيته كده، طفيت النار وخلاص، حطيته كده صبيته عليها وهو دافي وهي سخنة خالص. وهبدأ ان انا اغطيها كده بكيس كده من اكياس التلاجة، عشان انا زي ما قلت لكم محتاجة اللي هي الكنافة تكون طرية معايا. هبدأ بقى اسيبها بقى لغاية ما تبرد خالص. طبعا كده هبدأ اعمل الكريمة، بس الاول اقشر بقى معايا منجاية كده. هقشر المانجاية الاول. طبعا المانجا الايام ديت بتبقى حلوة واسعارها برضو حلوة مش غالية. بس الصراحة بقى انت لو هتشتري بقى كاسات الكنافة دي من بره كده، تفرجي بقى تشتريها بكام. يعني اسعارها احنا عارفين الاسعار بره، طب احنا مش متعودين ان احنا بنجيب اصلا، حتى لو مش الاسعار غالية احنا مش متعودين بنجيب لاولادنا حاجات من بره. انا بصراحة بحب اعمل لهم كل حاجة كده في البيت، مش مكلفة، وفي نفس الوقت ببقى ضامنة ان انا عاملة حاجتي كده نظيفة وعارفة انا عاملة الحاجة ازاي. هبدأ اخد بقى اللي هقطع كده دولت، لان انا محتاجة كده اخد كوباية من عصير المانجا البوريه. مش هحط عليه مية ولا اي حاجة، هطحنه كده وهبدأ احطه على الكريمة. واقطع برضو المانجاية كده، هقطعها كده مكعبات. الصراحة المانجا الايام ديت بتبقى جميلة ان انت جميلة في ان انت تقطعها مكعبات كده، بتتعاملي معاها بقى براحتك خالص، وبتبقى مسكرة زي ما انت شايفة كده. عايزين نلحق بقى كده نشيل لنا كده شوية مانجا كده في الفريزر، لان بنحتاجهم بيجي في وقت بقى مفيش المانجا بقى. فطبعا انا في الوقت ده بحب اللي انا اشيلها عندي كده. جبت كده كوبايه صغيره كده من الكريم شانتيه، وجبت معايا كده الكوبايه ديت لبن. هاخد بقى شويه منها كده لبن بالقشطه بتاعته. كان معايا ومعلقتين برضو من اللبن البودره، اختياري. لو ما عندكيش ما تحطيش، ما فيش مشكله خالص، بس بيديله طعم جميل الصراحه. طبعا كوبايه المانجا البوريه ديت، انا طحنت المانجا كده وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر، مش اكتر من كده، لان طبعا احنا معانا المانجا، معانا الكنافه مسكره. وبرضه هيكون معايا شويه كده من اللي هو شربات الكنافه ده. هنبدا كده نحطهم على وش المانجا كده بعد ما احطها على الكاسات. فطبعا مش محتاجه اللي هي يكون فيها سكر كتير ولا حاجه. وزي ما قلت لك انت ممكن تحطها في كاسات او في اطباق، زي ما انا حطيت كاسات واطباق، يعني حاجه اللي يريحك.
طبعا زي ما انت شايفة ما شاء الله طرية، وفي نفس الوقت ايه هتتعاملي معاها بكل سهولة كده. جبت بقى الكريمة كده حطيتها في الكيس، طبعا عشان انا حطيتها في الكيس عشان تسهل عليا. انت بقى ممكن في المرحلة ديت مش حابة تحطها في كيس، اشتغلي بيها بالمعلقة عادي. بس الكيس بقى الصراحة بيبقى جميل في ايه بقى، مش بيبهدلك حاجة، تتعاملي معاه كده بكل سهولة. هبدأ برضو ايه، ممكن تعملي طبقتين من الكنافة وتحطي كريمة وتحطي يعني ايه طبقتين كده على حسب ما انت عايزة. بس الصراحة انا حبيت ان انا ايه، يعني هي كانت طبقة واحدة بس كانت حلوة معايا بصراحة. طبعا ما شاء الله يعني ما اخدتش وقت. لما بتكون الكنافة جاهزة عندي بقوم كده يعني مسافة 10 دقايق بكون ايه عاملة لهم الكنافة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. وطبعا الحمد لله يعني الكنافة موجودة على طول. احنا مش على طول يعني، مثلا الحاجات الحلوة دي بتبقى ترفيهي، بس يعني برضو لازم ايه, بنحب كده من وقت لآخر كده ان احنا نعمل برضو حاجة حلوة كده. زي ما انتوا شايفين اتفضل معايا كده شوية كده من الكنافة. يعني انا اللي عملتهم دولت اقل بصراحة من نص كيلو، لان انا كنت جايبة نص كيلو وما اخدتش النص كيلو كله. يعني نص كيلو الكنافة ما اخدتوش كله. لو انت لسه جايبة الكنافة ومحتاجة اللي انت على طول تشتغلي بيها، بصراحة بروح مولعة الفرن واروح حاطة الكنافة كده ايه في الفرن واسيبها على من غير سمنة ولا حاجة، يعني في الصينية كده واسيبها بتنشف معايا كده. وبعد كده ببدأ ان انا ايه افركها كده بايدي. اهم حاجة تفركيها كويس بايدك، هتبصي تلاقيها خلاص هي اتكسرت وتبقى معاكي كده ايه جميلة كده. فتروحي بقى حاطه لها بقى السمنة بتاعتها وتسيبها لغاية ما تتحمر بقى. الصراحة الطريقة دي جميلة جدا. يعني لو انا مثلا الكنافة لسه جاية بتبقى مش عارفة اقطعها وكده فبتبقى متعبة يعني، فالمرحلة ديت بتخليها تريحني الصراحة. طبعا متشكلة بقى براحتك روزتات او تحطيها زي ما انا حطيت الكريمة كده عادي، يعني مفيش مشكلة خالص. طبعا كده خلاص وزعت عليه الكريمة كده. هبدأ برضو اجيب ايه المكعبات المانجا كده، ومعايا برضو شوية من اللي هي المانجا البوريه اللي انا كنت طحنتها. يعني ممكن احنا اخدنا مانجاية كده وايه مانجاية وحتة يعني اقل من نص، يعني اقل من نص المانجاية التانية طحنت كده منها كوباية بوريه. عشان طبعا انا حطيتها كده مع الكريمة فكانت جميلة جدا الصراحة، مدية طعم الكريمة كده وخليها ما شاء الله جميلة جدا. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ولو انت جديدة معايا ما تنسيش كده تشرفيني وتنوريني كده بالاشتراك الجميل بتاعك. كومنت حلو بقى من ايدك الحلوة كده عشان يفرحني. اهم حاجة بس اللايك، عشان اللايك ده اللي بيرفع لنا الفيديوهات ويشجعنا كده على تحميل الفيديوهات. زي ما انت شايفة والله من ابسط حاجة فعلا، انت لو جربتي مش هتلاقيها مش مكلفة فعلا يعني. طبعا هاخد كده برضو ايه شوية كده من اللي هي المانجا ديت، احط كده منها شوية كده. الصراحة كانت جميلة جدا. يعني ابسط حاجة كده تعملي حاجة حلوة كده فعلا. يعني ممكن الكنافة اللي كانت فاضلة معايا تعمل لي كمان قدهم، يعني ممكن تعمل لي كمان 4 اطباق زي دولت كده. يعني ما شاء الله بتعمل نص كيلو يعمل له يعني كمية حلوة. طبعا شوية كده من اللي هو العسل بتاع الكنافة كده من فوق كده، بصراحة كان مديها طعم جميل جدا. انا مظبطة السكر بتاعها عشان كده برضو ايه، يعني في كل مرحلة بحط كده شوية من العسل بتاعها، فعشان كده ببقى مظبطة بقى ايه عارفة ان انا ايه مخليهاش مسكرة جامد، عشان الحاجة المسكرة بصراحة بتزهق كده في الاكل. فالمظبوط ما فيش احسن من ان انت تخلي الحاجة معاكي مظبوطة وكده. كده خلاص انا خلصتها. زي ما انت شايفة الطبقة بتاعتها ما شاء الله جميلة جدا.
طبعا يعني بالظبط 10 دقايق هتكوني عاملة احلى حاجة. بكل سهولة هيتفاجئوا بيها ان انت تدخلي كده تعملي لهم الحاجة الجميلة ديت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.